صباح الخير. احنا دلوقتي في الفترة اللي بنسميها فترة تقليل الضرائب او برنامج ال RRSP في كندا او بالفرنساوي الريال. الفترة دي هتستمر لغاية 28 فبراير. هي مرتبطة شوية بموضوع المعاش اللي كل الناس بيبقى مهتمية بيه وتعمل ايه في المعاش. النهاردة هديكوا بسرعة لمحة عن موضوع ال RRSP ونعمل ايه وازاي نعمل بلاننج للمعاش بتاعنا. بس خليكم معايا قبلها بليز اشتركوا في القناة، ولو سمحتوا شيروا الفيديو لان في ناس كتيرة مش عارفين عن المواضيع دي كتير. بليز ساعدوهم في ان هم يعرفوا الموضوع ده، وما تحاولوش تاخدوا المواضيع بان هو حاجة مش مهمة، لا هو فعلا موضوع مهم جدا. برنامج ال RRSP باختصار هو برنامج الحكومة عملته عشان تساعد بيه الناس. البرنامج ده بيمشي ازاي؟ أنا حضرتك لو أنا الدخل بتاعي 100,000 دولار مثلا، ال 100,000 دولار دول الحكومة قالت حضرتك من حقك تاخد 18% تعمل بيهم برنامج المعاش. إذا 100 في 18% يطلع كام؟ 18,000 دولار. طيب أنا مش عارف أحسبها، مش عارف أظبطها، طب أعمل إيه؟ حضرتك بيجي لك بعد ما بتقدم الضرايب بعديها شهرين كده تقريبا بيجي لك جواب لونه ابيض من كندا ريفينيو ايجنسي او ريفينيو كندا. الجواب ده اسمه بالانجليزي نوتس اوف اسسمنت او بالفرنساوي اسمه افي دو كوتيزاسيون. في الجواب ده في ثالث رابع صفحه بتلاقي زي كده ارقام، وفي الاخر يقول لك your RRSP contribution is كذا، او الكوتيزاسيون بتاعتك في الريال هو مبلغ كذا. المبلغ ده اللي بيحطوه احنا ما نقدرش نعديه، لان لو عديناه بيبقى عليه غرامه. يعني ما تقدرش تيجي تقول هم قالوا لك ان انت من حقك تعمل 9000 دولار، ثم انت تحاطط في الضرايب 10000 دولار، هيتعمل لك غرامه. عشان كده اول حاجه بنعملها بندور على ايه؟ الافي دو كوتيزاسيون او النوتس اوف اسسمنت، نعرف بيه المبلغ كام. طيب عرفنا المبلغ، ايه اللي هيفيدنا ان انا افتح حساب RRSP وانزله من الدخل بتاعي؟ اول حاجه هو بيقلل الدخل. يعني لو حضرتك دخلك 100,000 دولار عليها ضرائب معينة، لو دخلك نزل شوية بقى 80 الضرائب هتنزل. وطبعا انتوا عارفين الضرائب دي شرايح، فكل ما بتنزل الشريحة بتتحسب لك ضرائب أقل ليك. ودي أول ميزة بناخدها، يبقى تقليل الدخل عشان تقليل الإيه؟ الضرائب. تاني ميزة، حضرتك عندك أولاد، فإذا في منحة بتيجي للأولاد، منحتين مش منحة واحدة. أول منحة العادية اللي بتيجي لكل الناس اسمها تشايلد بنفيت، اللي بتيجي لكل الناس، اللي هو بتبقى جزء من كندا وجزء من المقاطعة بتاعتك. المنحة التانية بتيجي في برنامج اسمه برنامج تعليم الأولاد أو ال RESP، أو بالفرنساوي اسمه ريو أو R3E. المنحة دي بتيجي، والمنحة دي مرتبطة بدخل حضرتك ودخل المدام، دخلكم انتوا الاتنين مع بعض. اوكي، لو الدخل بتاعنا عالي عن حد معين المنحة دي بتقل. يكفي احكي لكم مرة ان في واحد كان المفروض يعمل RRSP ب 2000 دولار عشان يحتفظ بالمنحة بتاعته، ما عملش. عدى الوقت اللي هو 28 فبراير وافتكر بعدها، فالمهم ما نفعش، خسر 3600 دولار السنة اللي بعدها في منحة ولاده. إذا ب 2000 دولار عملهم 3600 دولار. طيب يبقى احنا عرفنا ان هو بيقلل الدخل. نمرة 2 كمان بيحافظ لك على منح الاولاد. تالت حاجة حضرتك لازم تعرفها كمان، لو كنت حضرتك ما اشتريتش اول بيت فبرنامج ال RRSP هيساعدك في شراء اول بيت. ازاي؟ لو حضرتك حطيت الفلوس اكتر من 90 يوم من حقك تستخدمها كمقدم للبيت، تستخدمها مقدم للبيت وترجعها تاني للحكومة على 15 سنة. 15 سنة من غير فوائد. يعني انت استلفت منهم 15,000 دولار، يترجعهم على 15 سنة، كل سنة 1000 دولار. فده نوع من الحاجة برضو المساعدة اللي بتساعد في شراء أول بيت. رابع حاجة بيعملوا لك حاجة اسمها تاكس ريتيرن. يعني ايه تاكس ريتيرن؟ يعني أنا سيد خصم مني ضرائب على 40%. مثلا ما أنزل دخلي نزلت في شريحة تانية سي إنها 34%، إذا أنت دافع الزيادة 6%، الحكومة هترجع لك الفرق ده. فاذا انا بكسب كمان فلوس. اخر حاجه بقى، واحد يقول لي ايه وانا اعمله ليه وخلاص مش مهم. مش مهم، لا يا حبيبي، ما هو انت الفلوس اللي انت هتدفعها للضرايب كده كده رايحه عليك، خلاص انت دفعتها للضرايب والموضوع انتهى. بدل ما تدفعها للضرايب شيلها في حساب يكون باسمك وعليه استثمار عشان لما تيجي تطلع معاش. ده باختصار الموضوع. طيب ده الكونسبت بتاع برنامج RRSP، ودي المزايا بتاعته البرنامج المعاش. طيب السؤال، يلا نعمل RRSP. اي حد يجي يقول لك، ساعات تخش البنوك بيكون اللي في البنوك مش يعني اوير قوي بالموضوع، فيجي يقول لك ايه، اعمل برنامج RRSP. طب هو السؤال، حضرتك محتاج تعمل البرنامج ده ولا نعمل برنامج تاني للمعاش افضل شويه؟
طب ليه بتقول الكلام ده؟ بقول الكلام ده لان برنامج الRRSP فيه مشكله صغيره قد كده. حضرتك لما هتوصل سن المعاش 65 سنه لغايه 71 سنه وطلعت خلاص معاش وعايز فلوسك، هتيجي تاخد الفلوس هيقولوا لك اهلا بيك، تعالى انت محوش كام عندنا؟ تقول لهم 200,000 دولار، انا عايز ال 200,000 دولار. يقول لك اتفضل يا حبيبي ال 200,000 دولار وحطهم في دخلك. حطهم في دخلي؟ يعني هيجي عليهم ضرائب. فانتوا متخيلين لو 200,000 دولار هيجي عليهم ضرائب قد ايه؟ رقم كبير جدا. يعني في كيباك ممكن ياخدوا النص. اذا كل اللي انا تعبت فيه وحوشته الحكومه هتاخد في ثانيه نصه. طب ما تزعلش، هنحل لك المشكله دي. تحلوها لي ازاي؟ اقسم ال 200,000 على 20 سنه او على 10 سنين. يعني ال 200,000 على 20 يبقى 10,000 كل سنه تاخدهم، او على 10 سنين 20,000. فلما تيجي تحط ال 10,000 دول في دخلك كل سنه ممكن ما يبقاش عليهم ضرائب. ده الحل التاني. السؤال بقى المهم، هو انا لو خدت 10,000 زائد معاش مثلا 1100، 10,000 في السنه يعني 800 وشويه، وال 1100 يعني تقريبا عملت 2000 دولار. هل ال 2000 دولار دول برضه هيكفوني اعيش كويس؟ حضرتك اللي تجاوب عليه. عشان كده مش اي حد يقول لك تعالى اعمل برنامج الRRSP تقول له امين يلا ونعمله. لا، لازم الاول نعرف، وده دورنا كادفايزرز، هل انت فعلا محتاج تعمله ولا ما تعملوش. عشان كده انا دايما بسال الناس اول حاجه حضرتك دخلك كام؟ دخلك كام؟ يقول لي دخلي 20,000 دولار. طب وانت حضرتك بيتخصم منك ضرايب؟ لا، ده انا بيرجع لي فلوس. طب لما هو ما بيتخصمش منك ضرايب وبيرجع لك فلوس، عايز تعمل ليه برنامج RRSP؟ عشان اعمل معاش. تعال نعمل معاش بطريقه تانية بقى ظريفه في برنامج تاني خالص. البرنامج التاني ده اخر المده بتاعته ما عليهاش ضرايب. يعني ايه؟ يعني حوش في البرنامج ده زي ما انت عايز 200,000 300,000، لما تيجي تقبضهم مره واحده مش هيتحطوا في دخلك وما عليهمش ضرايب ولا هم ولا ارباحهم. ايه البرنامج ده؟ برنامج التاكس فري سيفيك اكاونت، او السليب الفرنساوي كونتر ايبارن ليبر امبو. طب ده جميل جدا البرنامج ده. بس خلي بالك ما تقدرش تحط فيه في السنه اكتر من ليميت معين الحكومه بتحدده كل سنه. السنه دي هو 6000 دولار وبقاله كذا سنه 6000 دولار. ما اقدرش احط اكتر من كده، ما ينفعش احط 10,000، لا. بس ممكن ترجع باثر رجعي. شوف انت جيت هنا كندا امتى، ومن اول هو البرنامج ابتدى في 2009، من اول 2009 في كل سنه محطوط مبالغ، نجمع المبالغ دي على بعض وممكن تحطها. مفيش مشكله؟ مفيش مشكله. طيب كده عرفنا 2 بروجرام موجودين للمعاش. وانا بنصح دايما حتى اللي بيعمل RRSP لان دخله كبير لازم يعمل التاكس فري معاه، بيمشوا الاتنين بارلل مع بعض، عشان لما تيجي حضرتك تطلع معاش يبقى عندك فلوس هيبقى عليها ضرايب، وعندك فلوس ما عليهاش ضرايب تقدر تاخد من هنا مبلغ صغير، بس هنا هتاخد اللي انت عايزه فالموضوع يمشي صح. ده البلان اللي انا بعمله لكل الناس بتوعي، وده البلان الصح اللي بيتعمل تقدر تمشي بيه. السؤال بقى هو الاهم، انا عملت البروجرام ده ولا عملت البروجرام ده، اعمله فين وليه؟ عندنا البنوك وعندنا تأمين. بس المهم بقى حضرتك انت عايز تستثمر فلوسك تجيب عليها ارباح، ولا هتشيلها كده زي ما بيقولوا تحت البلاطه وخلاص؟ طبعا لا، عايز اجيب عليها ارباح. عندنا نوعين، يا تاخد حضرتك فايده ثابته يا تاخد حضرتك فايده متغيره. الفايده الثابته اللي هي شهادات الاستثمار. البنك شهاده الاستثمار بتاعته سنه سنتين 3 شهاده مقفوله. يعني ايه مقفوله؟ يعني ما تقدرش تمد ايدك على الفلوس الا لما المده تخلص. شركه التامين عايز حضرتك في اي وقت تاخد فلوسك نحسب لك الفايده اللي عليهم وخدهم وخلص الموضوع. يعني مش مقفوله، لا مفتوحه. الفايده المتغيره دي هي ايه؟ البورصه. باختصار عشان ما حدش يقعد يقول لك دي صناديق مش صناديق، هي البورصه صناديق استثمار بتشتغل على الاسهم والسندات والبورصه وكل الكلام ده. ايه الفرق بين البنوك وشركات التامين؟ الفرق صغير جدا. عندنا بنضمن راس المال، بنضمن الارباح برغم ان حضرتك بتلعب بورصه. البنك ما بيضمنش وما بيضمنش، احنا بنضمن. عندنا زي البنك ما نضمنش وعندنا اللي نضمن. اذا في شركه تامين عندك الاختيارين، يا اما تاخد مفتوحه ما فيش ضمانات، يا اما تاخد بالضمانات. حضرتك اختار اللي يعجبك. الاهم من كل ده حضرتك لما هتروح البنك هيقعدوك اول يوم معاهم، حد يشرح لك ويفتح لك الكمبيوتر ويفرجك ويعرفك ويعلمك كل حاجه، وبعد كده فينيتو عيش حياتك. طب انت حضرتك بتفهم في الاسهم والسندات والصناديق والكلام من ده؟ لا. طب حضرتك عندك وقت اساسا حتى لو بتفهم؟ لا. طب هتعمل ايه؟ مين اللي هيتابع لك الموضوع ده؟ مفيش حد، لان اللي قاعد معاك في المره دي
ممكن بكره تلاقيه في بنك تاني، ممكن تلاقيه ساب البنك وراح فرع تاني whatever. انما مع التامين انت معاك ادفايزر هيعيش معاك العمر كله، هو اللي بياخد باله من حساباتك وهو اللي بيعمل لك كل حاجه، ودي خدمه مجانيه بتتقدم. عشان كده اختيارك في الاخر حضرتك حر، اختار اللي يعجبك. بس فاينالي انا وريتك الفرق ما بين ده وما بين ده، وكل عاداتنا احنا بنحب اكتر الضمان. اتمنى ان انا اكون يعني وفيت الموضوع كويس. بس لو اي حد عنده استفسار انا تحت امره، يبعت لي على الخاص، هبعت له نمرة تليفوني يكلمني. انا من عينيا الاثنين، سواء كيبك، اونتاريو، البرتا. اي حد عايز حاجه انا تحت امره، ولو اي من مقاطعه تانية هقدر افيده. سلام.